صباح السعادة، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة من اللي فات. اعملوا شير واعملوا لايك للسعادة وانشروا السعادة وصباح السعادة. حاجة رجالة كتير أو نسبة كبيرة من الرجالة بيعتبروها حاجة عيب وضد رجولته وما يحبش يعمل كده مع مراته في البيت. حاجة بجد أنا مستغربها جدا، مع إن هي لا عيب ولا غلط ولا تنقص من رجولتك أي حاجة على فكرة. الحاجة دي هي إن في رجالة كتير ما بتحبش تساعد في شغل البيت وما بتحبش تساعد مراتها، بيقول لك ده شغلها هي وأنا ماليش دعوة. لدرجة إن في رجالة مثلا ممكن ما يعلقش هدومه، ما يشيلش جزمته بعد ما يدخل، ما يشيلش طبقه بعد ما ياكل، ما يعملش لنفسه كوباية شاي. مبدئيا اللي أنت بتعمله ده مش الرجولة أصلا، يعني عشان نبقى متفقين. وفكرة إن أنت تساعد أهل بيتك سواء مراتك سواء ولادك، ترتب سرير، تعلق هدومك، تغسل طبقك، حتى الكوبايه اللي شربت فيها، دي حاجه تضيف لرجولتك وحاجه بتاخد عليها حسنات وحاجه ربنا بيحبها وحاجه مش عيب ابدا، بالذات في الزمن اللي احنا فيه اللي الستات كلها بقت بتشتغل وبتتعب وبتشقى بره البيت، وفي ستات كتير بتساعد في مصاريف البيت اصلا. وهختم بمثال ان عندنا في الدين الإسلامي أعظم خلق الله كان بيعمل كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في حديث ما معناه يقول لك كان يخصف نعله وكان على صنعة أهل بيته، يعني يخش يلاقيهم بيعملوا حاجة يقعد يعمل معاهم، وده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني يا ريت، ده مش عيب وده مش غلط، بل بالعكس ده ساعات بيبقى واجب عليك. صباح السعادة.